La vida es caminar, siempre sobre una cuerda. A veces hay alegría, a veces hay dolor. السلام، اهلا وسهلا بالشامي، نورنا بجدة. طبعا حفله كثير كنا مستنيينها من وقت طويل وجمهور جدة مستنيها وشفت تفاعلهم معك، فكلمنا اليوم عن شعورك بلقاء جمهورك في جدة وكيف شفت الاجواء عموما. والله كان دائما يعني بيكون في حماس استثنائي ومميز للقائنا بجمهور جدة وجمهور المملكة عموما، وبيكون في توتر استثنائي. وقلت له انا على بالحفله انه دائما بحس بشعور غريب بس بكون واقف مقابلكم، شعور مليء بالحب هيك والشغف والطاقه، جمهور بيسمع، جمهور بيتمعن بالاغنيه بطريقه مختلفه. يعني صراحه هذا شرف لي ولاي فنان انه يكون واقف هون اليوم. والله كان دائما يعني بيكون في حماس استثنائي ومميز للقائنا بجمهور جدة وجمهور المملكة عموما، وبيكون في توتر استثنائي. وقلت له انا على بالحفله انه دائما بحس بشعور غريب بس بكون واقف مقابلكم، شعور مليء بالحب هيك والشغف والطاقه، جمهور بيسمع، جمهور بيتمعن بالاغنيه بطريقه مختلفه. يعني صراحه هذا شرف لي ولاي فنان انه يكون واقف هون اليوم. انه الفن والموسيقى وهذا العالم هو نمط حياه، هو ما له شغل، هو شيء بتعيشه بكل تفاصيله من وقت بتوعى من نهارك الصبح لحد ما بتنام انت عم بتكون عم تمارس مهنتك. الفن هي المهنه الوحيده بالعالم يلي انت نفسك وتذوقك للفن وغنائك وصوتك واهتمامك بحالك وشغلك. فهذا الشيء اللي ما بيعرفوه كثير عالم، انه نحن بنكون عم نعيش حياه الشغل الفن الوقت ما فيه الوقت ما عم بننام. هي لحظة المسرح اللي بتصير أول ما بتطلع على المسرح وبعد ما تنزل على المسرح بيكون صوت الجمهور لسه براسك، هن مبسوطين فيك أو عم بيعيدوا كلام أغنيتك، بالأخص لما بتكون أنت بتكتبهم وبتلحنهم، فبينتابك شعور لطيف وغريب إنك تكون عم تسمع جمهور بالآلاف عم بيردد أغنياتك ويغنيها. هي أبرز اللحظات اللي بتعلق براس الفنان. كان دائما يعني بيكون في حماس استثنائي ومميز للقائنا بجمهور جدة وجمهور المملكة عموما، وبيكون في توتر استثنائي. وقلت له انا على بالحفله انه دائما بحس بشعور غريب بس كون واقف مقابلكم، شعور مليء بالحب هيك والشغف والطاقه، جمهور بيسمع، جمهور بيتمعن بالاغنيه بطريقه مختلفه. يعني صراحه هذا شرف لي ولاي فنان انه يكون واقف هون اليوم. اكيد احنا مبسوطين جدا فيك، والزملاء كلهم عندهم اسئله، بيعرفوا قد ايه بحبون ويقبرني ربهم، وان شاء الله يكونوا انبسطوا بالحفله. انت توعدنا المره الجايه ان شاء الله ما منطول. هن وحماسهم ومحبتهم انا دائما موجود لاسعادهم ولغني لهم من قلبي. يعطيك العافيه. الله يعافيك. والله اني بحبكم كثير واني انا ممنون وفخور اني وقفت على مسارحكم، اني واقف بيناتكم اليوم، ان شاء الله هيك دائما نعيدها. بحبكم كثير. بهذه الكلمات اختصر الشامي شعوره بعد واحدة من اكثر حفلاته تفاعلا في جدة، حيث استقبله الجمهور بحماس كبير وردد معه اغانيه من اول لحظة خلال الحفلة اللي جمعه بتامر حسني على مسرح عبادي الجوهر ارينا بتنظيم شركة بنش مارك. قدرت اعرف قديش واصلة موسيقتي للمملكة ولجمهور جدة تحديدا. هذا شيء اخذته انا بقلبي وعلى عاتقي الشخصي، وهي مسؤولية اني ضل اعطي لهذا الجمهور اللي موجود هون. وفعلا هذا اللي عكسه تفاعل الجمهور اللي غنى معه اغانيه من البداية قبل ما يقدم اغنيته الجديدة جيناك. ويختتم وصلته بالديو اللي الكل كان يستناه، ملكة جمال الكون مع تامر حسني، وسط أجواء حماسية ورقص ودبكة على المسرح. أعطيتهم رسالة أمل وحب وموسيقى حلوة وفرفشوا وضحكوا وانبسطوا ورقصوا، وإن شاء الله هيك يكونوا مبسوطين هلا.